لأول مرة في تاريخها الحكومة الجزائرية تقدم أعلى ميزانية للدفاع، مليارات ضخمة واستعدادات أضخم. فلماذا تستعد الجزائر؟ أعزائي المشاهدين، ما الذي يدفع إلى هذا السباق المحموم نحو التسلح في منطقة المغرب العربي وخاصة من قبل الجزائر؟ لماذا هذا التوقيت بالذات؟ ولماذا أيضا هذا التصعيد العسكري؟ وما هو دلالاته المحورية والجوهرية على المنطقة بشكل عام؟ وما هي تداعياته الهيكلية على منطقة المغرب العربي بشكل عام وعلى القارة الإفريقية؟ ما هي دلالات هذا التحرك الآن؟ وما هي دلالات تضخيم الإنفاق العسكري والسباق المحموم نحو التسلح بالنسبة للجزائر؟ أظن أن في الفترة الحالية أو هذه السنة ميزانية سنة 2023 ارتفعت إلى تقريبا 23 مليار دولار بعدما كانت لفترة طويلة منذ 2004 10 مليارات دولار. أظن أن في هذا الموضوع سوف أحاول أن أقدم رؤية واضحة أو هذا السلوك الجزائري. أولا هو يتماشى مع الجانب أو السلوك العدائي الذي أو العقيدة العدائية التي مفاتئة الجزائر تشتغل عليها وفق منظومة متكاملة للعداء تعتبر تصدير الأزمات والعداء للمغرب من أولى أولوياتها بالنسبة للطغمة العسكرية في الجزائر. في الفترة الحالية بطبيعة الحال العنصر الثاني يكمن أساسا في محاولة الجزائر لاسترجاع بعض الأدوار الإقليمية خاصة من بعد الأزمة أو الانتكاسة التي عرفتها خاصة على مستوى الإقليمي وخاصة على مستوى قضية الصحراء المغربية التي عرفت توهجا وعرفت زخما تاريخيا بعد توالي الاعترافات وبعد توالي أيضا افتتاح القنصليات في مدينتي العيون والدخلة. هذا الزخم الكبير الذي تشهده القضية ربما جعل أو قزم من الأدوار الإقليمية التي تقوم بها الجزائر على المستوى الإفريقي وأيضا على مستوى الثقة التي ربما تتمتع بها خاصة فيما يتعلق بملف محاربة الإرهاب. لم تعد الجزائر تنعم بتلك الثقة القوى الكبرى، وبالمقابل المغرب أصبح له تحالفات قارة ويدافع عن قضاياه الوطنية بشكل مستديم ويندمج في المنظومة الإقليمية إن كان على المستوى الحقوقي القانوني وأيضا الإنساني، في حين أن الجزائر بهذا السلوك وبهذا التضخيم فهي تريد العودة إلى الصراع والعودة إلى احتدام هذا الصراع في المنطقة الذي لا يخدم أي مكون من مكونات المنطقة العربية. ويظل الشعار الذي قدمته أو لم الشمل في جامعة أو ضمن قمة جامعة الدول العربية ما هو إلا شعار فارغ المحتوى. لم الشمل، كيف يمكن لدولة ولبلد أن يقول أنه يقوم بأدوار لم الشمل بين الدول العربية، لكن في نهاية المطاف السلوك العدواني يرتفع إلى مستوى تصعيد عسكري خطير وغير مسبوق تقوم به الجزائر من خلال مضاعفة ميزانيتها ويعني القيام بتسليح الجيش الجزائري. فأظن أن هذا الاستمرار ماذا يعكس؟ يعكس هذا التنافس وهذا التخوف بطبيعة الحال. المغرب يستهدف تحديث ترسانته العسكرية من خلال بعض الأنظمة الدفاعية وصواريخ النفاثة من الولايات المتحدة الأمريكية GSOW، وأيضا قيامه بالتسليح أيضا من طائرة مسيرة من تركيا يعني بإقدار BT، وأيضا تسليح من يعني القادم من الصين وهي أسلحة صواريخ أظن وينج لونج 2. فكل هذا المجهودات هي التي تقوم لا تصل إلى حجم متضخم، وهي على كل حال معقولة وإنفاق معقول للدفاع عن الحدود، خاصة أن المغرب يواجه مناورات عسكرية أو يواجه بعض الاستفزازات العسكرية في منطقة عازلة وأيضا شرق الجدار، وكذلك حتى الأمم المتحدة لم تسلم ما تقوم به الجزائر وتقوم به البوليساريو من مناوشة أساسية، منها منع الماء وأيضا المؤونة والوقود عن بعثة المينورسو كما جاء في العديد من التصريحات، وكما أيضا صرح صاحب الجلالة الملك محمد السادس لغوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة في زيارته الأخيرة. إذا هذا التنافس لا يخدم مصالح المنطقة، هذا التنافس بطبيعة الحال أيضا يدمر المنطقة ويساهم في تصعيد عسكري غير مسبوق، بينما استمر المغرب في تقديم اليد الممدودة والقول أنه يواصل سياسته
الهادفة إلى التقارب مع الجزائر من خلال الحوار، لكن الآن الجزائر تقوم بنسف كل هذه المبادرات، وتقوم بشكل أيضا غير مسبوق برفع ميزانيتها العسكرية. إذا في هذه المداخلة أردت فقط أن أسلط النظر على هذا الموضوع الخطير وما سوف يكون له من تداعيات غير محمودة على منطقة على الأقل تشهد سياسة الأمر الواقع أو سياسة الوضع القائم ستيتس كو. فانتقال من هذه المرحلة إلى مرحلة التصعيد ربما سوف يساهم حقيقة في مخاطر جمة للمنطقة، ونحن نعلم أن المنطقة تعاني بإضافة إلى هذا بمخاطر أمنية جمة تتعلق بغياب مكونات الأمن الغذائي، الأمن الصحي، وجرائم العابرة للقارات، وأيضا ما يتعلق أيضا بالتجارة بالبشر والمخدرات والتهريب. كل هذه الأمور تجعل من المنطقة ملتهبة، المنطقة قابلة أيضا للتصعيد، لكن نتمنى أن تكون أو تسود الحكمة في نهاية المطاف، وأن ينتصر صوت العقل وينتصر أيضا صوت الحوار الذي تطالب به المملكة المغربية، وأن تتوقف بشكل أو بآخر الأعمال العدائية للجزائر ضد التراب أو ضد وحدة التراب المغربي. من ناحية أخرى، ما يفهم منه التزود بالأسلحة من قبل الجزائر، وخاصة التعاون بشكل مباشر مع روسيا وتسليح الجيش الجزائري من الترسانة الروسية. هذا التوجه يلاقي الكثير من الرفض من قبل الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر أن القيام بهذا، خاصة اصطفاف الجزائر مع روسيا في امتناع عن تصويت قرارات الإدانة ضد روسيا في الأمم المتحدة، أظن أن هذا الهامش يثير استفزاز الدول الغربية، حتى أن 27 من النواب الجمهوريين والديمقراطيين كانوا قد قدموا شكاية لوزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن للاحتجاج على الجزائر وتنزيل وتوقيع عقوبات على الجزائر بسبب تزودها بأسلحة هجومية، خاصة صواريخ أو خاصة طائرات السخوي 32 34 و 57. فهذا المنحى يخلق أزمات أساسية. من ناحية الاعتماد على الروس والتزود من الروس الآن هو بطبيعة الحال ليس مضمونا بشكل كبير، خاصة أن روسيا تواجه حربا مفتوحة مع أوكرانيا ومع الغرب، وبالتالي فالتزود بأسلحة والاستمرار في إنجاز هذه الصفقات ربما لن يتأتى أو يعطي أكله، لأن روسيا لا تضع الجزائر ضمن أولوياتها الآن، وربما تخفق في تقديم الدعم العسكري الكامل من خلال صفقات أسلحة ناجحة، وبالتالي فتضطر الجزائر للاعتماد على الصين ربما، لكن ترسانة تذهب في اتجاه السيناريو الخليجي الذي بطبيعة الحال يوفر الأموال للتزود ولاقتناء أسلحة متطورة، لكن في نهاية المطاف ليس هناك أسلحة موجهة للمنطقة، وكذلك الأسلحة الجد متطورة هي محظور بيعها لهذه الدول. كذلك الأمر بالنسبة للجزائر، لا يمكن لها الحصول على أجهزة وأسلحة جد متطورة، وبالتالي فأظن أن السيناريو الخليجي ربما يكون أقرب إلى التحقيق. الجانب المهم فيه هو أن هذا الإخفاق يؤدي بنا إلى فهم حقيقة أن التعويل على خلق أزمات أو العيش أو كما نقول إدارة الأزمة بأزمات من خلال تصعيد عسكري غير مسبوق، ومن خلال أيضا مضاعفة حجم التسلح والإنفاق العسكري، هو بطبيعة الحال يضعف من حظوظ الجزائر للانضمام إلى الصوت الدولي الذي يطالب بإيقاف الحروب والنزاعات والصراعات، عكس المغرب الذي يحتضن العديد من المبادرات الجيدة. أظن أن الجزائر بهذا السلوك هي تضع نقطة نهاية لأي التقاء لدول المغرب العربي، أيضا تضع نقطة نهاية لأي شكل من أشكال التعاون والاندماج الإقليمي والدولي، وتواصل سياستها الانفرادية التي لا تؤدي بها إلى أي نتيجة. حقيقة أن التحالفات الأساسية القائمة هي أيضا تمزق المنطقة، وأظن أن الجزائر تتقارب بشكل كبير الآن مع روسيا، مع محور إيران أيضا، وهذه الدول التي تعتبر دول مارقة الآن بالنسبة للمجتمع الغربي، فتضع الجزائر في أزمة شرعية. لماذا لا يتم توجيه كل هذه الإمكانات، وخاصة نعلم أن الجزائر
الآن تستفيد من دخل كبير من البترول والنفط، لماذا لا يتم توجيه أزيد من 47 مليار دولار؟ فما تقوم به الجزائر هي إنفاق عسكري يتجاوز 90 مليار دولار، وبالتالي فيظل حجم الميزانية أو حجم الموازنة السنوية يعاني من خصاص ويعاني من عجز في الميزانية. لماذا لا يتم توجيه هذه الميزانية للتنمية، لخدمة الشعب الجزائري ولخدمة شعوب المنطقة؟ للأسف أن وهم النفوذ ووهم السباق نحو اقتسام النفوذ وأيضا استعمال قضية الصحراء المغربية والتدخل فيها بسبب هذا الطموح الغير مشروع هو ما يساهم في استمرار هذا النزاع وفي مواصلته بأشكال مختلفة. وأظن أن حان الوقت للتفكير مليا في إعادة النظر في هذا الصراع الذي بطبيعة الحال تتدخل فيه الجزائر بشكل كبير، وهو صراع حول القضية المغربية وقضية الصحراء المغربية، رغم ما تدعي الجزائر بأنها غير معنية بالموضوع. لكن كل القرارات الأممية الأخيرة 6 تطالب الجزائر بالعودة إلى طاولة المفاوضات وإلى العودة إلى الموائد المستديرة وإلى إيجاد حل سلمي، خاصة أن المغرب أيضا يتمسك بالتسوية الأممية ويطالب بعودة الحوار والموائد المستديرة لإيجاد حل سلمي متوافق بشأنه ويبنى على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي تثق فيها كل الدول الكبرى وحتى الدول الصديقة، وهناك زخم كبير لهذه المبادرة.